يا صباح الخير على كل اللي بيتابعونا. النهاردة جايبين لكم أحلى حاجة في مطروح. إيه هي قرية أندلسية. وجايبين لكم كمان النهاردة حاجة بتتميز بيها قرية أندلسية، مش موجودة في أي قرية في مطروح، وهي الأكوا بارك. الأكوا بارك أندلسية بتتميز إن فيها أكوا بارك تناسب الأطفال، هي قدامنا دلوقتي، وفيها بسين، في شلالات اللي هو برضو قدامنا دلوقتي، ده آمن جدا، ومية معقمة بالكلور، يعني تقدر تنزل انت يعني تنزل ولادك فيها في البسين ده وانت مطمن. كمان مية الشلالات بتاعت الأطفال معقمة. ودلوقتي شايفين الأسر قاعدين في هدوء أمان، مفيش أي مضايقات ولا معاكسات. وقدامنا دلوقتي أكوا بارك الكبار، والناس بتلعب فيها، مفيش برضو معاكسات ولا مضايقات. وهنا في كافيتيريا تقدر تطلب منها اللي انت عايزه بأسعار في متناول الجميع. هنرجع تاني الأكوا بارك للأطفال. دي مصممة خصيصا للأطفال السن الصغير، لأنهم طبعا مش هيقدروا يتمتعوا بالأكوا الكبيرة. هنا بنصور في آخر الصيف عشان كده مش زحمة. ودي جزء من البحيرة الصناعية اللي بتتميز بيها قرية أندلسية، بس الجزء ده في جزيرة الأحلام اللي فيه الأكوا بارك. لو عايز تقضي يوم هادي وتتمتع انت وأسرتك وأطفالك، مفيش غير أكوا بارك أندلسية. دي البحيرة الصناعية، حوالي 110 فدان، بس ده الجزء بتاع جزيرة الأحلام. وشايفين الناس قاعدة مبسوطة، لا في نوة ولا في غريق. دي الأكوا بارك. ده الممر اللي بيودي للبحيرة. احنا هنا بنصور في آخر يوم في الأكوا بارك، هادية جدا، ما فيهاش زحمة عشان آخر يوم. دي أكوا بارك الأطفال من الجنب. ده الطريق اللي بيودي للجزء التاني من جزيرة الأحلام على البحيرة، لو عايز تركب بنانة. ده الجزء التاني من جزيرة الأحلام.
تقدر هنا بتعوم براحتك انت والاطفال، مش غريق. مكان جميل جدا. عايز تركب بنينة، عايز تركب جيسكي براحتك في امان كامل. فعلا أندلسية هي مصيف الأسرة المصرية. لو بتحب الهدوء وعايز تستمتع بالهدوء والإثارة في نفس الوقت، مفيش غير أندلسية. لو حجزت معانا هندخلك الأكوا مجانا، ده غير كمان النادي. مستني ايه؟ يلا بينا.